انا بس على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا قبل اي حاجه صلى على سيدنا محمد وبعد الصلاه على سيدنا محمد. الفيديو ده هيتكلم عن ماتش منتخب مصر وغينيا اللي ضمننا منه الصعود الى دور المجموعات في بطوله افريقيا. الحمد لله ضمننا الصعود. هنقول كل حاجه، خليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احنا بس على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كان بنتكلم عن ماتش خلص بين منتخب مصر ومنتخب غينيا لمصلحه منتخب مصر 2-1، والحمد لله ضمننا الصعود الى دور المجموعات في بطوله افريقيا. الحمد لله ضمننا الصعود خلاص. تاني حاجه، روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قدر يعمل انجاز متحققش من ايام كوبر حتى محققش الانجاز ده، ان هو يكسب 6 مباريات مبدئيه مع منتخب مصر. معنى كلمه 6 مباريات على التوالي مع منتخب مصر على طول، طق 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 6 مباريات. هتقول لي طب انت بتقول له هو عمل انجاز بعد بعد قصدي كوبر، او نفس الوقت كوبر ما حققش الانجاز ده. اقول لك ان في اختلاف. كوبر حقق الانجاز لما كسب 5 ماتشات ورا بعض، فده الاختلاف، ان كوبر كسب 5، روي فيتوريا كسب 6 ورا بعض. في اختلاف ماتش ما بين الاثنين. النهارده بالمكسب الماتش دوت فيتوريا كسب 6 مباريات ورا بعض مع منتخب مصر. دي كان رقم مميز ورقم جديد لفيتوريا، يعني رقم حاجه حلوه وحاجه جميله جدا ان هو يبدا اول 6 مباريات ليه طق طق طق. الراجل ماشي بشكل هايل. النهارده ماتش بامانه او بصراحه عن ماتش مليت، زهقت والله العظيم زهقت. كنت بتفرج من ماتش على القهوه مع اصحابي، رحت سايب الماتش والله لعبت دومره. ايه يعني لعبت دومره كده 10 دقايق. ايه الماتش ده؟ ماتش كان ممل قوي، ماتش كانش في اي حاجه لمصر خالص. هتقول لي طب ايه السبب اللي حصل في كده؟ السبب ان هو بدا المباراه بلعيبه نادي الاهلي اللي لسه اول امبارح مخلصها نهائي افريقيا. نهائي كان يعني نهائي افريقيا مش محتاج كلام، مخلصين نهائي بطوله. بدات بمحمد هاني، بدات بالشناوي، بدات بمروان عطيه، بدات بمين تاني يا ربي، بدات مع منعم. بادئ يعني 4 عناصر او 5 عناصر مؤثرين ضيعوا لك البدني بتاعهم ضايع. فكانت بدايه مش موفقه من منتخب مصر. تاني حاجه، اللعيبه كلها على بعضها ما اتدربتش مع بعض او عملوا تكتيك مع بعض كملوش اسبوع. هم ما كملوش اسبوع متضمين. اللعبه دي كلها لعيبه نادي الاهلي مضمومه اول امبارح، ما لحقتش تتمرن او ما لحقتش تحفظ التكتيك بتاع المدرب هيلعب ازاي الماتش دوت او هيعمل ايه في الماتش ده. ما لحقوش يعملوا اي حاجه. فده كان النتيجه اللي كل كان متخيلها. يعني مش منتخب مصر ما كانش يعرف يظهر باعلى مستوى اكتر من كده. يعني ده كويس ان هو قدر يخطف الاهداف ديت. خلينا كده سريعا نقول الاهداف اللي جت. جاب منتخب غينيا جاب جول هو الاول على طول في الدقيقه 26. كان جول بجد مميز جدا، جول طق 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 طق. يعني عملوا جول تقسيمه انا بجد سقفت عليه، كان تقسيمه حلوه قوي. جول جاي من زاويه محمد هاني، ده يدل ان محمد هاني كان واقع بدني. بعد كده جون تريزيجيه في الدقيقه 42، جون كان جامد جدا من تريزيجيه، وش رجل خارجي، جون عالي. بعد كده شفنا الجون الشوط الثاني لمصطفى محمد في الدقيقه 79. يعني من الاخر انا اقدر لك منتخب مصر مع روي فيتوريا هيعمل شغل عالي قوي 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 قوي. والحمد لله احنا ضمننا الصعود. واظن ان البطوله دي ممكن تبقى بتاعت منتخب مصر مع روي فيتوريا. عامل شغل عالي، راجل في وسط اللي هو بيلعب مع لعيبه البدني بتاعها ساقط، بيلعب ماتش هو اساسا ما لحقش يدرب اللعيبه فتره طويله مع بعض، ما لحقش يحفظهم اي حاجه اساسا، بس قدر يكسب الماتش وقدر يظهر بمستوى. برضه مش هقول لك ان هو وحش قوي ولا حلو قوي ولا هو ممتاز، هو مقبول. هو ظهر باداء مقبول رغم الضغوطات ديت. فانا شايف الراجل شغال كويس جدا. الراجل بجد لو توفر له الوقت والسماح بان هو يجرب والكلام ده، الراجل هيعمل شيء عظمه جدا مع منتخب مصر. وبس يا صاحبي، والحمد لله الف مبروك على الصعود والف مبروك لينا كلنا وكشعب مصر العزيز. وبس لو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.